تعالي هنا رايحة فين؟ تعالي اسمعي الفيديو ده حالا، ولازم تنتبهي للفيديو ده. لكل واحدة عندها سواد في البيكيني عندها لازم تجرب الحاجات اللي انا هقولها عليها دي. هتستخدميها ازاي؟ طبعا هتكوني منضفة البيكيني كويس جدا، مكان البيكيني بين الافخاذ، وهتنشفيه طبعا بمناديل، وهنحط عندنا زيت ليمون، زيت ورد، زيت اللوز الحلو. تمام، التلاتة تفتيح مباشر، يعني ده التلاتة ده انت مش هتحتاجي اي حاجة تانية غير التلاتة دول. زيت الورد بيفتح طبعا وبيخلي ريحة البيكيني حلوة قوي. زيت اللوز الحلو غني عن التعريف، احنا عارفين فوائده كلها. زيت الليمون نفس الموضوع، تفتيح مباشر على طول. وزيت الليمون ده انا بحبه جدا للبشرة قبل النوم، بحطه في وشي كله، وتحت العين كده عند الهالات السوداء. مش عايزه اقول لكم ان انا بصحى الصبح الوش ده بيبقى بيفتح وصافي. طبعا ربنا يسامح اللي كان السبب، وربنا يسامح كل واحده تبص على غيرها ان هي بشرتها كويسه، كعب رجليها كويس مش مشقق، وشها مش بيطلع فيه حبوب. يعني ربنا يكفينا شر العين، وربنا يكفينا شر العين والحسد والسحر والاعمال. وكل واحدة تبص لغيرها. مش عايزة أدعي على حد، حسبنا الله ونعم الوكيل. روحي بصي لنفسك، شوفي اللي انت بتعمليه، خليكي في حالك، خليكي في اللي انت فيه، خليكي في القرف والحاجات اللي انت بتعمليها. يتقلب عليكي ان شاء الله الحاجات اللي انت بتعمليها واللي انت بتقوليها، يا بصاصة يا ام عين وحشة. فنرجع تاني لموضوعنا، الليمون. وما تقوليش لحد على السر بتاعك ده اللي انتي بتعمليه. نوري كده وتبقي حاجة ريحتها حلوة، وبين فخادك يبقى منور ويبقى ابيض. استخدمي زيت الليمون وزيت الورد وزيت اللوز الحلو. وهقول لكم على ان احنا نحط المقادير ازاي. لازم بالتساوي، ولازم نحط كله مع بعض. واهم حاجة ده لو غطا يبقى ده غطا وده غطا. تمام، هوريكم بقى هنعمل الزيوت مع بعض ازاي. انا دلوقتي جبت الكوبايه الصغيره ديت، حطيت بالتساوي غطا من زيت الليمون، غطا من زيت الورد، غطا من زيت اللوز الحلو. تمام، وهتقلبيهم بالمعلقه. وهتعملي ايه؟ هتحطي مره الصبح ومره بالليل بقطنه. هتحطي القطنه في الكوبايه، وهتمسحي بين الفخاد ومكان البكيني. كل يوم هتعملي نفس الموال ده لمدة اسبوع، مرة الصبح ومرة بالليل. مش عايزة اقولك ريحة، ومفيش حبوب، مفيش تسلخات. ولو انت جايه من بره متسلخه، حطي اي كريم مرطب اول ما تخشي، بس لازم تنضفي المكان ده. واول ما الدنيا تهدى معاكي هتحطي الزيوت دي. تمام، عشان طبعا الالتهابات بتسمر. لو انتي عايزه وانتي خارجه بتلبسي بنطلون جينز او جيبه، حطي فازلين بين فخادك، والبسي شورت لو انتي لابسه جيبه. وبعد كده ارفعي الشورت بتاعك والبسي الجيبه بتاعتك. تمام، لو انتي لابسه البنطلون حطي فازلين وخليه يتهوى شويه، وبعد كده ارجعي البسي البنطلون. المكونات دي سحر وحلوه جدا جدا جدا. ومش عايزه اقولك ان هي تنفع كمان لتحت الابط. تحت الابط حلوة قوي. واهم حاجة ما تكونيش عاملة سويت او عاملة بالمكنة النسائي، من سواء مكان البيكيني او تحت الابط، عشان ما يحصلش التهابات. جربوا المكونات ديت، واوعي تقولي السر ده على حد. اوعي تقولي السر ده لحد، علشان خاطر ما يجيش بعد كده في الاخر اللي زي ما انتوا عارفين بقى العين وكده. فطبعا اللي يشوف الفيديو هينفذه، اللي مش هيشوف الفيديو طبعا ما تقوليش لحد لما تجربي المكونات دي لمدة اسبوع وتشوفي النتيجة. فياريت ان انتي ما تقوليش انا عملت كذا وحصل كذا. لا، اللي اتفرج على الفيديو خلاص، اللي متفرجش على الفيديو خلاص. بينك وبين نفسك اعملي الحاجات دي، عشان خاطر لو حد عرف باللي انتي بتعمليه هيقلب معاكي بسواد، وهيقلب معاكي بعين وحشة قوي. يلا جربوا المكونات دي للبنانيت. والمكونات ديت للبنت تستخدمه في سن 20 فيما فوق. تمام، اما السيدات طبعا جميع الاعمار. جربوا المكونات ديت وشوفوا النتيجة، وياريت تقولولي.